السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى أخوات في الدنيا يا صاحبة الجنة، ما شاء الله تبارك الله. هنعمل النهاردة بمعلقتين من اللحمة المفرومة هنعمل أكلة جميلة جدا جدا ومغذية ومفيدة في نفس الوقت، أكلة سهلة وسريعة وفي نفس الوقت لذيذة وتنفع جدا لفطار في شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين. يلا حط اللايك بتاعك يا قمرايا واشتركي لو كنت أول مرة تشوفي القناة، ويلا بينا ندخل على الفيديو. يلا كده نسمي الله ونصلي على رسول عليه افضل الصلاه والسلام علشان تحل علينا البركه في الفيديو، والبركه في اليوم، والبركه في الاعمال، والبركه في صحيفتنا، البركه في كل حاجه. نكسر كتير جدا 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 من الصلاه على النبي والاستغفار يا بنات. الاستغفار بيفتح لنا الابواب المغلقه، الاستغفار بيرزقنا الارزاق، اللهم لك الحمد والبركه اللهم امين. بتعملي ايه يا هنا ورايحه فين وجايه منين؟ ما بروحش في اي حته ولا باجي من اي حته غير معاكم يا حبايب هنا. هنعمل النهارده وصفه جميله جدا جدا برضو ايام ستي وستك. بيننا يا بنات مع الغلا اللي احنا فيه هنرجع لوصفات اهالينا زمان اللي كانت كلها خير وكلها بركه وكلها رضا. ما كانوش بيعملوا اللحمه غير مره في الاسبوع او مرتين بالكتير، وبقيه الايام كانت بتتقضى كده ببركه من عند الله عز وجل. فاحنا هنمشي ايامنا برضو دلوقتي، وكمان من غير اللحمه الاساسيه هنعملها بلحمه برضو، بس بلحمه بطريقه مختلفه. ازاي يا هنا؟ خليكي معايا في الفيديو وانت هتعرفي احنا هنعمل الاكله ازاي. هنعملها بلحمه بس هنبقى ناصحين كده وقروبات وشطورات، وانتوا كلكم قروبات اكتر من هنا وشطورات اكتر من هنا. النهارده ما شاء الله تبارك الله بابانا جاب لنا سبانخ، ما شاء الله تبارك الله كانت خضره وجميله زي ما انتوا شايفين وزي القمر. فما شاء الله تبارك الله اخدتها كده على الحوض، وانتوا عارفين ان انا بتعامل مع الحوض كانه طبق بالظبط، لان انا بغسله على طول وايديا فيه على طول. فحطيت السداده بتاعته ومليته ميه وبدات اخد واحده واحده تحت الحنفيه، اشيل اي ورقه صفرة منها واشيل منها اي حاجه انا حاسه ان هي مش طبيعيه، يعني مش سبانخ، تكون مثلا عشبه تانية او حاجه، وانزل منها الرمله او التراب اللي فيها واحده واحده كده. وابتدي بقى ان انا انضف الحوض وارجع احطها تاني واحطها في ام واتنين وتلاته لحد ما تبقى الميه بتاعتها من تحت كده رايقه وجميله وما فيهاش اي رمله ولا اي تراب، لان بصراحه السبانخ بتكون مليانه رمله ومليانه حاجات كده من الارض بتاعتها زي الخضره بالظبط. اهو هنعملها اول مره وهنعملها تاني مره، وكل ده واحنا شغالين مع بعض. خلاص هنعمل السبانخ شوفوا ما شاء الله حطيتها في الطبق تتصفى زي الفل، اللهم لك الحمد. هقعدها على بوله كده خليها تتصفى. وايه ده كله؟ دي بركه يا بنات. انا جبت خضره وزوجي جاب خضره ربنا يبارك له، فالحمد لله. دايما بتيجي انا وهو مع بعض كده، هو يجيب وانا اجيب واقول الحمد لله. فابتدي افكك واحده واحده كده علشان الميه تتغلغل جواها يا بنات، وابتدي انقيها برده من اي حاجه صفراء، اي عشبه غريبه، اي حاجه زي كده اشيلها برده منها وانضفها واظبطها واصفيها، وهنفرزها وهنخليها ما شاء الله حاجه جميله جدا. وقدامنا خضره زي دي، بالله عليكم كل الخضره دي وما نزرعش نخله في الجنه؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تخيلوا يا بنات لو الواحد فضل لاخر الفيديو يقول كده ويزرع في نخلات، اللهم لك الحمد، هيبقى كل حاجه دي حجه لينا وليست علينا. خلينا يا بنات الوقت اللي بنقضيه على النت ده نخليه حجه لنا وليست علينا، نخليه كله اذكار، نخليه نشوف حاجه تفقهنا في الدين. حتى لو كنا بنتفرج على روتينات، واحنا بنتفرج على الروتين خلي لساننا ذاكر يا بنات. خلي سبحان الله تستشعري ان هي حتى لو بتتفرجي على روتين لقناه انت حاسه انك بتستفادي منها نشاط وحيويه، اجبري خاطرها بتعليق، اجبري خاطرها بلايك، اجبري خاطرها بانك ما تقوليلهاش كلام يأذيها. انا شايفه الايام دي قنوات كتير ربنا يعافيني واياكم ان هي بتدخل عندهم تعليقات سلبيه، بيقولوا ان في ناس كتير بتدخل تقول لهم تعليقات سلبيه. ليه الاذى يا بنات؟ ليه سبحان الله؟ المفروض ان المسلم للمسلم يكف اذاه، يعني الواحد يكف الاذى عن اخوه المسلم، يعني سبحان الله المفروض نكف اذانا عن بعضنا. سبحان الله، ليه اقول كلمه تاذي غيري؟ طب ما انا اقول كلمه تطيب خاطره وتكبر بخاطره، ولو ما عنديش كلمه اقولها. شوفوا بقى يا بنات الحته دي، الحته اللي لونها بامب دي ما تشيلوهاش كلها. ماما علمتني كده، قالت لي دي بتكون مسكره قوي قوي وبيكون طعمها حلو جدا وواخده السكر بتاع الخضره كلها، فانت بتشيليها بس بتسيبي جزء بسيط منها كده علشان ناخد ايه السكره والمسكر يا مسكر وكلامكم المسكر.
انا زي ما انتم متعودين بحب اقصقصها بالمقص، مش بعمل بالسكينه ابدا ابدا، المقص بينجز معايا اكتر. وبرده زي كل مره هقول لكم ليه مش بغسلها بعد ما اقطعها، لان احنا لما بنمشي بحاجه حاده زي كده بنكسر الفيتامينات والمعادن اللي موجوده في الخضار، فلو احنا بعد ما قطعناها غسلناها هننزل كل الفيتامينات في الميه، فاحنا على قد ما نقدر بنحافظ عليها. وايه ده يا هنا اللي جنبها دول؟ شويه من الكزبره الخضراء يا بنات، اساسيه مع السبانخ، لازم مع كل سبانخ نحط كزبره خضراء. ما شاء الله تبارك الله السبانخ بتروح في حتة تانية خالص. خليكي شاطرة واسمعي كلام أمهاتنا زمان، والله العظيم أي حاجة كانوا بيقولوها هم قايلينها عن تجربة، يعني ما شاء الله تبارك الله. نرجع لمرجوعنا بقى ونقول ليه نقول حاجة تأذي غيرنا ما دام ممكن سبحان الله عز وجل نجبر خاطرهم ونرضيهم؟ يبقى احنا حاجة من الاتنين، يا إما يا بنات نقول كلمة تجبر الخاطر ونرضيهم، يا إما سبحان الله نكف أذانا عنهم. بلاش نقول لهم كلام يضايقهم ويزعلهم. تخيلوا لو واحدة منهم نامت زعلانة ونامت عايطة، دموعها دي عند ربنا هتكون إيه؟ وانت حطيتي التعليق بتاعك او الكلمتين اللي اذوها ونمتي. طب ليه كده؟ ليه ما نقولش طب ما احط لها كلمه تجبر الخاطر؟ ولو عايزه تعلقي لها على حاجه فعلا مش فيها او فعلا هي خطا عندها، قوليها لها بطريقه جميله، قوليها لها باسلوب حلو، قوليها لها بنصيحه كانك بتنصحيها، مش لازم تجرحيها بالكلام ابدا ابدا. سبحان الله يا بنات، المسلم للمسلم. امال احنا ليه بنقول من كان بين الناس جبار للخواطر ادركه الله في جوف المخاطر؟ ان احنا نكون جبارين خواطر. ربنا هو الجبار يعني بيجبر سبحان الله سبحان الله. احنا نكون ايه؟ ده ربنا خلى من صفاته الجبار، احنا نحاول نتحلى بالصفه ديت ونقول يا رب خلينا نجبر من في الارض عشان يجبرنا من في السماء. اللهم لك الحمد يا رب العباد. حطينا كده بصله زي ما انتم شايفين، وهننزل بقى بالحاجات اللي هي زي ما انتم عارفين بقى الطريقه. هنحط ماده دهنيه، سواء كان زيت سواء كان سمنه سواء كان دهن سواء سمنه على زيت، سواء يعني ايا كان الدهن الماده الدهنيه اللي انت بتستخدميها ماشي. خلي الدنيا ماشيه يا بنات، وكل واحد يمشي بدنيته. اللي هناك ده يا هنا دول شويه طماطم يا حبايب هنا، هحطهم بقى كده مع نفسهم. تقريبا هم نزلوا في الفيديو اللي فات تقريبا كده، وفرزناهم مع بعض، وما شاء الله اللهم بارك، فضل ونعمه من عند ربنا. هي هم تقريبا نزلوا في الفيديو اللي فات. معلش بقى الزهايمر يا حبايب هنا، لان انا بقسم الفيديو على مرتين، فعشان كده بكون مش عارفه انا نزلته قبل ده ولا لا. ربنا يخليكم ليا، اعذروني ومعلش اعفوا لي وسامحوني لو انا فعلا ما بكون مش مركزه قوي، لكن والله العظيم انا احلى وقت بقضيه معاكم، احلى وقت بقضيه وانا بصور وانا بسجل لكم وانا بسمع الفيديو معاكم بعد ما ينزل، وبشوف تعليقاتكم عليه. ما شاء الله تبارك الله، تعليق يجبر الخاطر. وبرده الخلاط زي ما انتم شايفين قبل ما الصلصه تغلي كنت غسلت الخلاط وخليته زي الفل. هنحط بقى حته من الدقه بتاعتنا اللي هتخلي وصفتنا جميله. الدقه دي مواصلاكي، اللي احنا بنقول عليه مواصله معاكي يعني، اللي احنا بنقول عليها التتبيله المنقذه. ايه هي هنا التتبيله المنقذه؟ ارجعي في القناه وانت تشوفيها، سواء في فيديو قصير او في الفيديو نفسها في القناه نفسها. ولو انت اول مره تشوفيني يلا لفي لفه كده في القناه، ويا رب ان شاء الله ان شاء الله يكون ليا قبول عندك وتشتركي معانا في القناه ان شاء الله، وتكون ضمي لعيلتنا واخواتك وحبايبك وصحبه الجنه ان شاء الله. ربنا يجمعني واياكم في الجنه. حطيت حبه من البابريكا علشان تعزز اللون والطعم وكده وتخليها قمر القمر. والصلصه بتاعتنا شغاله، اللهم لك الحمد. اسهل واسرع طريقه للصلصه، اللهم لك الحمد. اللهم لك. ارجعي في الفيديو هتلاقي اسهل واسرع طريقه ممكن تعملي بيها صلصه وتبقى جميله وقمر القمر. الملح خلص، فقلت يلا اما نجيب كيس ملح كده ونعبيه مع بعض برده واحنا واقفين كده. واهم حاجه يا بنات لما يتبقى معاكي ملح في الكيس حاولي تقفلي الكيس كويس جدا، او تحطيه جوه كيس وتقفليه. اوعي تسيبي كيس الملح مكشوف ابدا ابدا، لان ده مش صح ابدا ابدا يا بنات. ما شاء الله شوفوا الصلصه، اللهم بارك. بضغط على الطماطميه عشان اشوفها، لقيتها ما شاء الله بدات تبقى طريه كده خلاص بتتبخر بقى وكده، وما حطيتلهاش ولا نقطه ميه، كل الميه دي طالعه منها فيها. الصلصه بتاعتنا خدت غلوتين 3. ننزل بقى بالسبانخ القمر دي، علشان السبانخ ما بتاخدش وقت خالص في سواها، وفي نفس الوقت تبقى لونها مخضر كده وجميله، ولونها يفتح النفس وقمر القمر. ربنا يكبر خاطركم يا رب. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. استغفرك ربي من جميع الذنوب واتوب اليك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. شايفين دي اللحمه المفرومه اللي كنا اخدنا نصها، كان طبق اخدنا نص عملنا بيه الوصفه بتاعتنا، وادي الباقي اخدنا منه معلقتين حطيناهم، وكمان هيمشي معايا في وصفة كمان تالتة. يبقى احنا عملنا بيه 3 وصفات بطبق اقل من نص كيلو. دي البركة يا بنات، ربنا يرزقني واياكم البركة. يلا بما ان احنا دعينا، يلا حتة فلفلاية بقى وشوية كزبرة من الخضرة، ونخلي باقي هنحطه امتى؟ هتشوفوا معايا دلوقتي هنحط الباقي امتى ان شاء الله.
اللهم بارك في عمر أمي وجميع أمهات المسلمين، وارحم أبويا واغفر له وجميع أموات المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم آمين. اللهم بارك في عمر أمي يا رب العالمين، يا رب ارزقني برها يا رب، ويخليكي ليا يا ماما منى، ولا يحرمني من وجودك في القناة معانا. اللهم ارزق كل مشتاق الذرية الصالحة. أم محمد حبيبتي من السعودية وردينا، يا رب يرزقكم الذرية عاجلا غير آجل، انتوا كل مشتاق. اللهم فك كرب كل مكروب وسد دين كل مديون. اللهم ارزقنا بركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب في الغلاء ده يا رب، اللهم امين. كده خلاص السبانخ بتاعتنا كانت استوت وتمام التمام، وملحتها وبهرتها وكل حاجه. هخليها بقى اخر خطوه قبل ما اطفي بس شويه، بس احط بقيه الكزبره الخضراء وبس دقيقه واروح طافيه، علشان الخضار بتاع الكزبره الخضراء الاخيره ده هيفضل كمان اخضر كده، ولون السبانخ بتاعتنا قمر القمر. اللهم لك الحمد يا رب العباد. فضل ونعمه يا بنات، سبانخ كلها حديد وكلها فيتامينات وكلها معادن. حطينا معلقتين من اللحمه المفرومه المتعصجه قبل كده، ما شاء الله هتبقى الاكله بتاعتك ريحتها ونكهتها لحمه صافي، فما شاء الله دي بركه بركه بركه. ده كان اليوم بتاعنا مشي في اليوم ده بالاكله دي. بصراحه غمزناها بعيش، ما عملتش جنبها رز ولا مكرونه. وبابانا كان جايب لحمه، وتاني يوم كان عندي شغل، فقلت خلاص انا هسوي اللحمه في اليوم ده، وبكره ان شاء الله اجي اطبخ عليها. وفعلا تاني يوم انا طبخت عليها كوسه وبطاطس مع بعض في صينيه واحده، بس بصراحه ما صورتهاش معاكم لاني كنت راجعه تعبانه، ويا دوب كنت عايزه اعمل الاكل وانا واقفه على السريع، وانتوا عارفين التصوير بياخد وقت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وزي ما بقول لكم كده، هتعملي حله زي كده وفيها لحمه، يلا اول ما تخلصي خدي كيس من الشوربه، من نفس الشوربه دي، املي كيس وحطيه في الفريزر. مش هيفرق معاكي، وصفتك هتتكمل ويومك هيكمل، بس الكيس ده هيفرق معاكي تحتاجيه في يوم تاني. يلا زي ما انتم متعودين مع هنا، طماطمايه، بصلايه، حته جزرايه، حته فلفلايه، ورق لورا، وكبابه صيني او الفلفل الحلو، شويه من الفلفل الاسود، حبه هان وحبتين من القرنفل، ويلا حطيهم على الشوربه بتاعتك. وما شاء الله تبارك الله الشوربه بتاعتك بيبقى طعمها قمر القمر، ما شاء الله بيخلي الشوربه جميله كده وقمر وحلوه كده، بتفتح النفس. تقول يا ما اخد شويه شوربه كده يرد روحي. وبما ان كانت النخله قدامنا، يلا كمان نزرع في الفيديو ده كمان نخله ونقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هنحط كل الحاجات ديت على على الشوربه بتاعتنا اول ما غلت خلاص تمام، وهقفل عليها الحله الضغط ربع ساعه كده ان شاء الله، وتبقى اللحمه جاهزه معايا. وهسيبها بقى لتاني يوم اجي اعمل عليها على طول الرز والخضار، وفضل ونعمه من عند ربنا يا بنات. يوم كده ويوم كده، ونمشي الدنيا ونمشي الحال، وربنا سبحان الله عز وجل هيدينا البركه في كل حاجه. خلينا نحسن الظن في الله، خلينا يكون عندنا يقين في الله، خلي كده دنيتنا ماشيه كده بالبركه، بيقيننا بالله. نصلي 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 الصلاه على وقتها، نقول اذكارنا، نحسن الظن ويكون عندنا يقين في الله. استودعكم الله.